السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع يا شباب. إنجاز جديد للكرة المغربية في لعبة أو كرة القدم السيدات خاصة. بنتكلم على إنجاز كأس العالم الأخير في استراليا ونيوزيلندا، وإزاي المنتخب المغربي السيدات قدر يتأهل للدور التالي كإنجاز تاريخي للكرة العربية. وكمان أقول لك إن المنتخب المغربي كان أكتر المنتخبات تقدما في التصنيف، من 72 راح ل 58 عالميا. الإنجاز مستمر لكرة القدم النسوية المغربية، والسيطرة على منطقة شمال إفريقيا والسيطرة العربية مكتملة الأركان لكرة القدم المغربية. قبل ما أتكلم على التفاصيل عايز أقول شابوه برافو لمسؤول ملف الكرة النسوية أو كرة القدم السيدات في المغرب. النجاح الكبير والتطور الكبير اللي بنشوفه في السنوات الأخيرة. النهاردة إيه أو جاي تتكلم عن إيه؟ أقول لك كان في تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم السيدات. التصفيات بتكون عبارة عن مناطق يا شباب، يعني منطقة شمال إفريقيا، منطقة جنوب أفريقيا، منطقة شرق ووسط القارة، وأيضا منطقة غرب القارة. منطقة شمال إفريقيا كان عندنا منتخب أو أندية في ممثل الكرة المغربية نادي سبورتنج الدار البيضاء، ممثل الكرة المصرية نادي وادي دجلة المصري، ممثل تونس الجمعية النسائية بسوسة، وممثل الجزائر نادي أفاق غليزان. طيب نظام البطولة ايه؟ دوري ابطال افريقيا في لعبة السيدات يا شباب مش بيكون زي دوري ابطال افريقيا بالنسبة للرجال، وهو المباريات الذهاب والاياب والسفر خارج الديار والكلام ده. لا، ده بتكون بنظام كأنها بطولة بنظام التجمع. فالنسخة رقم 3 القادمة من تنظيم الكوت ديفوار، وكان لازم يكون لها تصفيات. المتأهل مباشرة من عن منطقة شمال افريقيا بيكون مقعدين، فيه مقعد مباشر وهو حامل لقب النسخة الاخيرة او نادي الجيش الملكي المغربي اللي فاز بدوري ابطال افريقيا السيدات في عام 2022. الان كان عندنا تصفيات عشان كمان نادي يروح ممثلا عن منطقة شمال افريقيا. فزي ما وضحت لحضراتكم الاربع اندية المتنافسة، التصفيات كان مفترض تكون في الجزائر، ولكن تم نقلها، الاتحاد الافريقي نقلها الى مصر بسبب عدم الجاهزية للملاعب في الجزائر في الفترة الحالية. فبالتالي مصر استضافت البطولة. استضافت اي تصفيات بتكون الافضلية لصاحب الارض والجمهور. مفترض نادي وادي دجلة المصري يكون له الافضلية، لكن نادي سبورتنج الدار البيضاء قدر يحسم صدارة المجموعة ب3 انتصارات متتالية، وقدر يحسم بطاقة العبور عشان يكون المغرب دايما هو السباق وصاحب الريادة وهو صاحب الارقام القياسية في القارة الافريقية. النهاردة بدينا رقم قياسي جديد، ولأول مرة في بطولة دوري ابطال افريقيا كرة القدم السيدات يكون في 2 نادي من دولة واحدة. الكلام ده هيحصل في نوفمبر القادم، وتحديدا من 5 وحتى 19 نوفمبر. النسخة رقم 3 في الكوت ديفوار من دوري ابطال افريقيا السيدات هيكون نادي الجيش الملكي المغربي حامل اللقب، وايضا نادي سبورتنج كازابلانكا او نادي سبورتنج الدار البيضاء ممثل المغرب المتأهل من التصفيات التمهيدية عن منطقة شمال إفريقيا. تم تتويجه النهاردة بحسمه للمركز الأول، قدر يفوز بالعلامة الكاملة. أقول لك تفاصيل أكتر عن البطولة في الجولة الأولى. سبورتنج الدار البيضاء قدر يفوز على أفاق غليزان الجزائري 4-3 في البلاس 90. الفوز ده كان مفتاح التأهل وإعطاء الثقة ومفتاح الصدارة، لأن نادي أفاق غليزان كان هو المنافس المباشر. إذن هنا فوز للمغرب على حساب الجزائر في كرة القدم السيدات. في نفس الجولة الأولى وادي دجلة المصري بيفوز على الجمعية النسائية بسوسة 5-3، وأيضا بيجمع 3 نقاط ويكون مرشح. لكن لما رحنا للجولة الثانية هنا سبورتنج بيحسم صدارته من الجولة الثانية ضد الجمعية النسائية بسوسة 3-1، بينما أفاق غليزان بيستعيد التوازن ويحقق النقطة رقم 3 بالنسبة له ضد وادي دجلة بالفوز 4-1. رحنا للجولة رقم 3 والأخيرة الحاسمة. نادي أفاق غليزان لازم يكسب مباراته، لكن في نفس التوقيت لازم سبورتنج يخسر من وادي دجلة. طيب سبورتنج دخل المواجهة الأخيرة بحظوظ إيه؟ يكفيه التعادل فقط أمام وادي دجلة المصري من أجل حسم تذكرة العبور. إيه اللي حصل في الجولة الثالثة والأخيرة؟ أفاق غليزان الجزائري عمل اللي عليه وكسب 5-0 ضد الجمعية النسائية بسوسة، لكن سبورتنج الدار البيضاء كان في الموعد ولم يدع الفرصة لأي منافس، وتغلب على وادي دجلة مش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، لا ده خلصت 6-1 عشان يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط
ومعاه بلس 8 اهداف، اقوى هجوم واقوى دفاع. المركز الثاني راح لافاق غليزان ب6 نقاط ومعاه بلس 7 اهداف. وادي دجله المصري 3 نقاط وعليه ماينس 6 اهداف. الجمعيه النسائيه بتونس هو النادي الوحيد اللي ما قدرش يحقق نقاط، خسر ال3 مواجهات 0 نقاط، وحتى الاهداف سالب 9 اهداف. بنقول مبروك او مليون مبروك لسبورتنج الدار البيضاء، تاهل مستحق، حظ موفق للجميع. ان شاء الله يشرفونا في البطوله القادمه سبورتنج الدار البيضاء والجيش الملكي المغربي في دوري ابطال افريقيا السيدات في نوفمبر القادم بالكوت ديفوار باذن الله تعالى. لو كملت الفيديو معايا لايك وشير واشتراك، رايك مهم جدا في قسم التعليقات. دمتم في امان الله وحفظ.